اليوم رح نستعرض شهادة صعبة لكنها ضرورية جدا. هي قصة شخصية عن الخيانة اللي بتصير داخل أقرب الدوائر، دائرة الثقة. القصة دي بتكشف لنا كيف إن العنف مش بيحصل فجأة، لا، ده بيكون وراه تخطيط دقيق ومعركة نفسية بتيجي بعده. يلا بينا ندخل في تفاصيل التجربة المؤلمة دي. القصة بتبدأ بكلمات الضحية نفسها، واللي بتوصف بداية نمط مقلق جدا. خلينا نفكر فيها، دي مش مجرد أفعال عابرة أو صدفة، لا، دي انتهاكات متعمدة للحدود الشخصية. السلوك ده اللي هو أبعد ما يكون عن أي شيء مقبول، هو في الحقيقة تكتيك مدروس هدفه يخلق شعور بالخطر وعدم الارتياح من البداية. طيب، هنا في الجزء ده بنشوف كيف بدأت أولى محاولات المقاومة. يعني الضحية ما كانتش سلبية، بالعكس، حاولت بكل قوتها تحط حدود واضحة عشان توقف التصرفات دي اللي كانت بتزيد يوم عن يوم. وهنا النقطة الحاسمة، هي ما سكتتش، راحت وواجهته مباشرة، قالت له إن اللي بيعمله ده عيب. لكن رده كان إيه؟ تجاهل تام. قلل من شأن أفعاله وخلاها تحس إنها هي اللي بتبالغ. وده طبعاً أسلوب كلاسيكي جداً في التلاعب النفسي، هدفه الوحيد إنه يسكت الضحية ويزعزع ثقتها في نفسها. طيب، دلوقتي بننتقل لمرحلة تانية بتكشف لنا إن اللي حصل ده ما كانش صدفة أبداً، ولا كان فعل عفوي، لأ، الموضوع كان أكبر من كده بكتير، كان نتيجة لخطة مدروسة ومحكمة. شوفوا التسلسل ده مدروس لدرجة تخوف. كل خطوة كانت محسوبة. الهدف كان واحد وواضح، يضمن إنه يعزلها تماماً. يعني هو شال من طريقه كل شخص ممكن يكون عائق أو شاهد، وبكده خلق بيئة معزولة تماماً، بيئة مثالية عشان ينفذ خطته. وهنا كانت لحظة إدراك الرعب الحقيقي. لما استوعبت إنها محاصرة معاه وحدها، غريزتها فوراً كانت إنها تدور على أي أمان. عملت إيه؟ راحت على أوضتها وقفلت الباب على نفسها. كانت محاولة يائسة إنها تخلق حاجز مادي، يعني آخر رمز للأمان في بيتها، بينها وبينه. في الجزء ده التخطيط الخفي بيتحول لعنف صريح. هنا بنتكلم عن لحظة الاعتداء نفسها، اللحظة اللي بينهار فيها آخر حاجز للدفاع والضحية بتواجه الرعب المطلق. الساعة 10 بالليل بدأ الهجوم. هو ما كانش مجرد طلب، لأ، ده كان أمر مباشر جاي مع تهديد عنيف. تخيلوا الموقف، هي محاصرة ورا باب مقفول، والباب ده هو آخر حاجز مادي بيفصلها عن الخطر. في قمة خوفها تصرفت بسرعة، حاولت توصل لأهلها بالتليفون. كانت دي آخر محاولة ليها، آخر أمل في لحظة يأس. وللأسف آخر أمل ده اتقطع بمنتهى الوحشية. كسر الباب، خطف التليفون من إيدها وقفل المكالمة. بحركته دي هو مش بس سيطر على الموقف، لأ، هو أكد لها إنها خلاص لوحدها تماماً وبدون أي قوة. التهديد ده بيوضح كل حاجة. الموضوع ما كانش بس تهديد بالاعتداء، لأ، ده كان تهديد بالقتل. هو استخدم خوفها من الموت كسلاح عشان يسكتها ويضمن خضوعها الكامل في اللحظة دي. دلوقتي الصراع بيتنقل من الجسد للعقل. الاعتداء نفسه ما كانش كفاية بالنسبة له، كان لازم يسيطر على القصة كلها عشان يضمن إنها تسكت. الجزء ده بيكشف التلاعب النفسي اللي استخدمه تاني يوم الصبح الموضوع ما انتهاش، بالعكس، هو بنى حواليها سور من التهديد النفسي. كلماته كانت محسوبة بالملي عشان يقلب الطاولة عليها، عشان يحولها من ضحية لمتهمة في عين كل الناس. وده بيورينا بوضوح الفخ النفسي اللي هو نصبه. هو ببساطة خلق رواية بديلة قوية، رواية الحقيقة فيها بتتمحي تماماً وهي اللي بتطلع مذنبة. التهديد ده خلاها تحس إن السكوت هو الخيار الأكثر أماناً، أأمن من قول الحقيقة. وهن بنوصل للحظة حاسمة، اللحظة اللي الضحية بترفض فيها إنها تفضل صامتة. ده قرار استعادة الصوت، قرار كسر جدار الخوف اللي تبنى حواليها. رغم كل التهديدات، هي أخذت خطوة حاسمة وشجاعة جداً. ما استسلمتش للصمت، لا، قررت تروح للمكان اللي المفروض يكون مصدر الدعم والأمان ليها، أهلها. الجملة دي اللي هي محور القصة تربط قرارها الشخصي بأمل كلنا منحس بيه. هي بتعكس إيمان عميق جواتنا كلنا بأنه الأسرة لازم تكون هي الملاذ الآمن، الدرع اللي بيحمينا في أصعب الظروف. وهنا بنختم بالسؤال ده، سؤال صدى بيوصل لأبعد من مجرد الشهادة دي. قرارها الشجاع بالمواجهة مش بس بيختبر عائلتها، لأ، ده بيختبر مجتمع كامل.
يا ترى السند ده هيكون موجود وقت ما نحتاجه فعلاً؟ السؤال المفتوح ده مش بس نهاية قصة، ده دعوة للتفكير، تفكير في مسؤوليتنا كلنا تجاه الناجين.